هادشي اللي غادي نعاود لكم اليوم ماشي فيلم. هادي قصة وقعت لواحد السيدة في 1997 وحكاتها ليا، واليوم جيت نعاودها لكم بصوتي. كنت غادا باش نخرج نسخة كاملة من عقد الازدياد لأول مرة من المقاطعة باش ندفع ونصايب لاكارت. تما صدمت حياتي، وهي فاش قال لي الموظف وهو متعجب: بنتي، هاد السمية اللي عندك هنا في الكناش مولاتها راه ماتت هادي 18 عام. انا جمدت في بلاصتي. كيفاش ماتت وانا واقفه قدامك؟ رجعت للدار كنجري، مع دخلت للدار وواجهت الوالده والوالد وعاودت ليهم داكشي اللي طرا ليا في المقاطعه. ماما بدات كتبكي وبابا خرج من الدار وما بغاش يهدر. هنا عرفت بلي انا عايشه في كذبه كبيره سنين. هادي بقيت مبلوكيه في بلاصتي تحت ما جاوبني. ما لقيت ما ندير وانا نطلع نقلب في حوايج الوالده ودوك الوراق القدام. غا حتى لقيت شهاده وفاه ديال طفله عندها نفس سميتي وكنيتي، توفات 1979. ولقيت تصور ديال ماما مع ديك البنت الاخرى اللي ماشي انا. دابا شكون انا؟ واش انا ميته ولا حيه؟ ولا كنت انا ماشي انا؟ علاش الوالدين ديالي مخبيين عليا هاد السر وكانت تسمى راني بنتهم؟ أنا دخت وتلفت. بالنسبة للقانون أنا ميتة، ما عندي حق في والو، والوالد رفض يعطيني أي جواب. دابا حياتي تشتتات وتشتو والديا، والشكوك بدات كتجيني: واش أنا مخطوفة ولا لقيطة؟ ولا واش جابوني نعوض بنتهم اللي ماتت؟ الصدمة وصلتني لدرجة نفكر نهرب ونخلي كل شي ورايا. ماما لغد ليه عيطت على خالي اللي كان مسافر، ما كيجي غا مرة في ال5 سنين. ويدخل مع الباب وشاف فيا، بدا يبكي وقال لي: سمحي لينا بنتي، سمحي لينا، هادي 18 عام وانا كنقلب غا على راسي، كنقلب كيفاش حتى نقولها لك. انا تخلعت، ما فهمت والو. اشنو زعما دابا؟ خالي هو بابا الحقيقي والناس اللي ربوني هما عمتي وراجلها؟ الحقيقة كانت صعيبة عليا ومؤثرة، حيت الوالد ديالي الحقيقي اللي هو خمي اللي رباتني واللي دابا فهمت زعما راه عمتي كان دار كسيده خايبه مشات فيها ماما. وانا انا وبابا دخل في غيبوبه شهور طويله. وعمتي بقوه الخوف ديالها على خوها باللي لا فاق يلقى كل شي ميت وغيزيد يمرض، دارت واحد المصيبه باش تحمي خوها. وحيت في ديك الوقيته كانت توفت ليها بنتها بواحد المرض صعيب، وانا كنت قد المرحومه اللي توفت في الكسيده. والكارثة أنها بدلت الهوية تفسكات وعيشتني بسمية بنتو اللي مات في الحديثة باش تبرد نارها ونار خوها. وفاش فاق لقى بنتو اللي هي أنا عايشة وكسحابو أنا بنتو اللي نجات من الحديثة. وماما اللي هي عمتي طفت كيتها وكيت بنتها اللي ماتت ليها مريضة بيا أنا. عرفتك تخربقتي وتلفتي، أجي نشرح لك كيفاش طرا هادشي. صدمة عمري وحياتي اللي ما كنتش كنتوقعها. والمشكل الكبير ان ماما فاش وقف قدامها خوها وبقى كيقول لي هاد الهضره كامله صارحاتو وواجهاتو بواحد الحقيقه اللي ما عمرو غيتقبلها. نهار جا كيقلب عليا وخايف يصارحني قالت ليه: لا خويا، هادي بنتي. وعاودت ليه اشطره، حيت هو مور ما فاق من الغيبوبه عاش معايا غير شويه وخلاني امانه عند عمتي زعما اللي هي اختو باش تربيني، وهو مسافر باش ينسى الازمات ديال الماضي ويقلب على راسو. المهم قالت ليه: انا سمحت في كبدتي وعطيتك بنتي غير في الوراق باش يبقى لك علاش تعيش. وانا ما عمر عمتي اللي هي ماما اصلا عرفتني بشي حاجه ولا قالت لي هاد القصه. باش نشرح لك ديك القضيه ديال ميته في الوراق، راه في التسعينات ما كانتش الرقمنه وكان كل شيء ممكن يوقع. حيت ملي توفت ليها البنيه ما صرحتش بالوفاه ديالها، يعني في سجلات الدوله ديك البنت باقا حيه. وانا فاش تولدت ما قيدونيش بسميتي الحقيقيه، وعطات السميه والكنيه لبنت خوها اللي ماتت في الكسيده. ودارت اقرار في المقاطعه بلي انا هي ديك البنت اللي نجات في الكسيده، واستعملت وراق بنتها اللي ماتت اللي الدولة أصلا ما عرفاهاش ماتت.
والموظف في المقاطعة نهار مشيت نجيب العقد لاحظ بلي كاينه واحد الملاحظة في جنب السمية بلي الوفاة تقيدت مؤخرا بحكم قضائي كان مبلوكي. المهم والخلاصة يعني عمتي او ماما غلطات وعمرها ما حسابها بلي فاش كتبغي تطلع لاكارت سجلات الدولة كيبينوا التناقضات. قصتي قصة كتخربق عرفت، ولكن غير بتمعن عرفت في الاخير بلي العائلة ماشي مجرد سمية مكتوبة في كرناش الحالة المدنية، ولكن هي كيتشاركوها الناس. العائلة هي داك السند واللي الواحد يكون مستعد يضحي بحياته وبحقيقته غير باش يحميك من الوجع. وكيفاش ماما خبت السر وقبلت تعيش دور العمة وهي راها الأم باش تعنق هو وتعتقه من الضياع وتبين ليه وتعطيه حياة مستقرة. ربما خرقوا القانون ولكن طبقوا قانون الرحمة اللي كبر من أي ورقة. في نظرك واش تستر الحاجة كيكون بعض المرات أهم من الحقيقة؟ كنتمنى تخليو لي آراءكم في التعليق.